السلام عليكم. في ست بتحكي قصتها وبتقول إنها حرفيا كانت طايلة السما بإيديها، بمعنى إنها كانت الدنيا كلها تحت رجليها. بتحكي قصتها وبتقول إنها كانت من القاهرة، وفي يوم من الأيام في فرح شافها واحد من محافظة تانية غير محافظتها وأعجب بيها وتقدم لإخواتها، لها كانت يتيمة الأب والأم وإخواتها اللي كانوا مسؤولين عنها. المهم حصل نصيب والست دي اتجوزت الراجل ده، وبتقول من ساعة ما اتجوزته لحد ما توفى حرفيا كنت طايلة السما بإيديا. تحكي وبتقول إن الراجل ده كان معيشها عيشة مختلفة خالص، كان دايما باستمرار بيخاف عليها، وكان بيقول لها إنه بيحبها، وكانت لما تسأله بتحب فيا إيه كان بيقول لها ما أعرفش بس أنا بحبك كلك، حتى بحب روحك. المهم بتقول عشت معاه 11 سنة أو 12 سنة، ما كنتش أعرف شوارع المدينة اللي أنا عايشة فيها، ولا كنت أعرف أسعار الحاجة كام، ولا كنت أعرف أكتر من البلكونة اللي ما كنتش بخرجها إلا وهو وياي. صحيح كنت عايشة في بيت عيلة، بس برضه ما كنتش بقابل الناس دي إلا وهو وياي. المهم بتقول صحيت من النوم فجأة على كابوس بيقول جوزك مات في حادثة. بتقول جالي إحساس إني تايهة، وإني زي الطفل اللي فقد أهله كلهم، ما بقيتش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. مرت الأيام ومرت الشهور، وبدأت أتعامل وأنزل وأشتري وأقضي حاجة ولادي، لحد ما في يوم وأنا راجعة من السوق بقضي حاجة ولادي لقيت حماتي قافلة البوابة وبتقول لي روحي شوفي أنت كنت فين وكنت ماشية مع مين. بتقول ذهلت، استغربت جدا على الكلام، وبدأت أبص لها كده ومش فاهمة حاجة، وبقول لها بتقولي إيه؟ قالت لها روحي شوفي أنت كنت فين وماشية مع مين، أنت مش هتخشي البيت ده تاني. المهم بتقول خفت من الناس ومن كلام الناس، بدأت أكلمها بالراحة وأقول لها طب عشان خاطري، طب نتفاهم، طب افتحي لي أخش، طب آخد حاجة ولادي. قالت لها أبدا، أنت مش داخلة البيت ده تاني. بتقول صوتي عالي وهي كمان صوتها عالي، والناس طلعت من البلكونات ومن الشبابيك وسمعوا الحكاية وسمعوا الكلام، وفي ناس عطفت عليا واخدتني جوه بيتها لحد ما تواصلت مع اخواتي واهلي وجم علشان ياخدوني. ولما جم حاولوا يتواصلوا مع الست دي تاني ويكلموها ويفهموا منها طب ايه اللي حصل، طب شفت ايه، طب مين اللي قالك، وهي رافضه الكلام. كل اللي بتقوله انها ملهاش عاش معانا تاني. واخدوا اختهم ومشوا وراحوا شافوا لها سكن عندهم وعاشت معاهم. بتقول شهور قليله والتقيت فيه محامي جاي لي وبيقول لي تعالي علشان انت ليكي حقوق، في فلوس في البنك مش هينفع حد يستلمها غيرك، وفي املاك وحاجات تبعي. بتقول اخدت اخواتي واخدت محامي من عندنا ورحت البلد دي، وبالفعل الحكومه سلمتني حقي وميراثي، وكنت وصيه على اولادي، وكان خير كتير. الراجل ده كان معيشني في هنا وهو عايش، والله يرحمه. بتقول سابني مستوره وهو ميت. المهم اخواتها اخدوا الفلوس دي وشغلوها معاهم في شغلهم وتجارتهم، وكبرت الفلوس، والست كمان كبرت في السن وعرفت تربي عيالها كويس. طلعت الولد من كلية هندسة وطلعت البنت في كلية طب. بتقول ونسيت حياتي القديمة ونسيت الناس دي وتعايشت وخلاص، وفجأة التقيت في ناس من أهل جوزي جايين بيقولوا لي حماتك تعبانة بصيت لهم واستغربت بعد السنين دي كلها لسه فاكرة. المهم بتقول قلت لاخواتي وعرضت عليهم الامر واخدوني واخدوا ولادي ورحنا نشوفها. لما دخلت على الست دي بصيت لها لقيتها نايمه في الفرشه مريضه. قلت يا سبحان الله. بتقول اول ما بصت على رجلي وقالت لها امال فين الشوزه بتاعتي، جزمه يعني انا اسف. قالت لها بره يا ماما. قالت لها طب البسيها وتعالي. قالت لها طب السجاد. قالت لها روحي البسيها وتعالي. كله واقفين قالوا لها اسمعي الكلام وشوفيها عايزه ايه. راحت لبست جزمتها وجت. قالت لها ارفعي رجلك جنبي على المخده. بصت واستغربت. قالت لها اسمعي الكلام وريحي قلبي. بتقول بعد الحاح عملت اللي هي عايزاه. بتقول مسكت رجلي وفضلت تبوس فيها وتقول لي عشان خاطري سامحيني، بالله عليكي سامحيني، انا اسف، حقك عليا، انا ظلمتك. بتقول انا استغربت، قلت لها طيب انا عندي سؤال واحد بس، هو انت ليه عملتي كده فيا؟ بصت لها كده وقالت لها انا كان نفسي اخد الشقه اللي انت فيها
لابني الصغير. انت عارفه ان البيت ما فيهوش فيه اماكن تانية، ومش هينفع اجوز ابني بره البيت، وانت خلاص جوزك توفى، هتقعدي معانا تعملي ايه؟ قالت لها طب هو فين ابنك الصغير دلوقتي؟ بصت كده وحطت وشها في الارض وقالت لها انا عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبني. ابنها الصغير لا اتجوز ولا خلف، وتاه في دنيا كلها مشاكل ومخدرات. سبحان الله. نفهم ايه من القصه دي؟ ان الظلم ظلمات يوم القيامه. قصف محسنات ربنا ابتلاها بمرض شديد نفسها تموت منه، مش عارفه. اياكم الظلم، اياكم واكل مال اليتيم، اياكم واكل حقوق الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي لأنصرنك لو بعد حين، ويقصد هنا دعوة المظلوم. خدوا بالكم من ظلم الناس، له رب وربنا قادر على كل شيء. سلام.